لا اهي اللي بيجي من وراها خير. هي لابسه كده ليه؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ فين طقم الاسد اللي انا جايبه لك؟ وفين طقم كلب البحر ما لبستيهوش ليه؟ انا مش هرد، رد انت. ايه طقم البورس اللي انت لابساه ده اصلا؟ بورس ايه يا جاهل؟ ده طقم التايجر. احنا داخلين دلوقتي جنينه حيوانات وانا جايبه لكم اللطقم دي عشان تبقى مناسبه للموقف اللي احنا فيه. بصراحه الاقي اللبس مهزأ او كان على الحيوانات فاحنا كده كده شايفينها. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمعوا التعليمات اللي هقولها لكم كويس قوي، واحنا داخلين جوه الحيوانات هتبقى حوالينا في كل حته مش في اقفاص، فانتوا وانتوا ماشيين جنب الحيوانات كده ما تبصلوش في عينيه، اعملوا نفسكم مش شايفينه وامشوا قدامكم. البت دي بدات تعصبني وانا هاخد بعض وامشي يا مايا بقول لك انا اهو. مش عارفه عايزه مننا وبعدين احنا جايين حديقه حيوانات مش عشان نتفرج عليها ونروح جنبها، يعني ايه ما تجوش جنبها وتبصوش فيها؟ يلا نخش من غير يلا. ايه ده يا الاء؟ ايه رايك؟ رايف في ايه؟ حديقه الحيوانات جايباني كينيا؟ ايه يا سيد؟ احنا مش في دبي يا الاء. الحيوان بتحبه غير مي؟ غير مي؟ فين مي صحيح؟ صحيح مي فين؟ انت بتعملي ايه؟ استني بس بعرف طبيعه الاكل بياخدوه هنا. والله انت رغايه زيهم بالظبط. بصي يا مي، بصي يا سيد، دول بغبغانات. في ايه يا ابن المفضوح؟ يلا من هنا، يلا يا مي. يلا شكرا. سيد، يلا سيد، يلا نجري. يلا سيد. علاء بما انك خبير الطيور، دول ايه؟ ده لا شبه الكوكتيل ولا شبه الكناري ولا اي حاجه من اللي انا اعرفها. حلو السؤال ده، برافو عليك يا مي. دي بغبغانات أيوة. من النوع النورس اللي بيبقى لونهم الوانهم ده عمل زي بالبيل. ما انت شايفه. لا والنبي نفسي اشيله. تشيلي ايه؟ اشيله اديله بوسه. ده حيوان كسلان. انا كسلانه اكسل منه. بالله عليكي اديهولي. انت مش قادر حتى، مش مكسل يقاوم انه يدافع عن نفسه. بالله عليكي يا لا سيبوه، اخده والنبي اخده. طب اخده معايا وانا مروحه. هاتوا 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 هاتوا. قال ايه ده يا الاء؟ ما تعرفيش بما انك فتايه يعني. سيد ما اسمحلكش، الاء علمت نباتات وحيوانات وطيور. ايوه يعني ده ايه يعني؟ اهو ده اسمه طائر المنقار الاورنج. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يكون في معلومك يا سيد يعني ان هو في الحقيقه لون عينه مش زرقاء كده، ولكن هم حاطين له لينسز عشان الناس لما تيجي تشوفه يعني. البنت ما بتزهقش من فتي. لانسز. شايفين بقى يا مي انت وسيد، شايفين البغبغانين دول؟ شايفين. بياخدوا دش. البغبغانين دول لو تاخدي بالك، لا هم كده بيفلوا بعض. بيفلوا بعض. ايوه. والبغبغانات دي لونها ابيض، دليل على ان قلبهم ابيض. دي جايبه الثقه القذره دي منين؟ استنى يا سيد، وبعدين اصلا البغبغانات طالما بيفلوا بعض هم بيفلوا بعض عشان لونهم ابيض، لانه بعد عنك لو برغته البراغيث هتبان. ومعروف ان البغبغان الابيض بيتوسخ تصدقوا بسرعه. تؤمنوا بالله انا راجل قذر ان انا جيت معاكم من المكان ده. هي الضفادع دي لعبه وكده وكده ولا دي ضفادع حقيقيه؟ دي ضفادع سامه. ولا فوق معايا كده واصحى. انكشيه خليه يتحرك، ولا يعني خبطش على الازاز كده يا خليه سيد احنا يتحرك. هنا في درب الكنال، الاخضر في اسود والاصفر في ازرق بتاع الاسماعيلي، فالمصري بيلاعب الاسماعيلي هنا. يلا يا شويه تغير امشوا من هنا. سيد في ايه بقى؟ احكي لك. بنت يا مي، ده ديكور، دول مش ما بيتحركوش. صح. دول بيتحركوا، دي خنافس. جاتك القرف. ايه ده يا شايف الاء؟ البتاع اللي جاي علينا ايه ده ده؟ يا الاء؟ اجري بسرعه، اجري بسرعه، ايه ده؟ اجري بسرعه. ايه ده؟ عمال اقول له تعالى يا ماما تعالى. تعالى يا ماما انا ايه؟ حاسه ان هو في مني. يا شيخه ما لو ده بقى يا مي لو تاخدي بالك اللي اخدوا منه فكره التاكسي الابيض في اسود. واحد تعالى يا مامي تعالى قالوا لي تعالى. ايه ده بقى يا الاء بما انك فتايه العيله يعني؟ ده اسمه الطائر ابو منقار بلاك. مش ده هو ابو منقار اورنج اللي كان راكب لينسز فوق ده ولا واحد تاني؟ والله يا ما سيد تتعبش نفسك، انا رد رد. يا سيد. اللي فوق كان منقاره اورنج، ده منقاره بلاك. حبيبتي بيت ام الفتي. بقول لك ايه بقى يا فتايه مصر الاولى، الكائن ده اسمه ايه؟ هذا الكائن يدعى القرد ابو زعرورتين، خصلتين. خصلتين. ربنا يستر الدنيا واخرها. الله يكرمك. اشمعنى خصلتين؟ علشان لو تدقق النظر يا سيد هتلاقي فيه خصله كده وخصله كده. يلا يا لا امسك الصرصار. لما انا بقى بمسكش العين. يا مي جميله يا دي. هي مالها بتبصوا زي ما يكونوا هتاكلوا فعلا. حلوه بابا، ده جميله خالص. مش ده اللي بيتضرب بالشبشب ولا ده جميله خالص جميله. يا البت مي مالها مقبله على الضفدع دي، هي هتاكله؟ مش عارفه، لما اول ما دخلنا قسم الحشرات ميت حمست ليه كده. يا مي هو انت متربيه مع حشرات ياما ولا ايه؟ بحبهم قوي يا سيد. قوي انت شكلك دي داخله عليه بلغدك. ولا ما تبصليش كده ده يا هو في اسوأ حالاته النفسيه في تاريخه دلوقتي. اديله بوس كده. ولا انت كويس. ما بيردوش. الله يكون في عونك يا صاحبي، الله يكون في عونك في المشهد المرعب ده. يا الاء هو مش دي سحليه ولا بورس؟
ولا تمساح ولا ايه بالظبط يعني؟ بص يا سيد، هي يا مي تعملي جوه؟ التعبان نازل لك يا بقى. يا ريت يقرمك ونخلص، لو يقرمك ونخلص والله هنرتاح. سيد يبص لي، سيد يبص لي في عيني. هو صاحبك يبص لي في عيني. تك في عينك، انت متخلفه عقليا. يا مي اطلعي بسرعه عشان بيطلع لسانه، بيطلع لسانه يعني هو بيغيظنا يعني، صح؟ معلومه بقى يا لا للزمن يعني، عارفه بقى التعبان ده اخضر ليه؟ ليه؟ بياكل جرجير كتير. كنت تساليني بقى يا علاء التعبان دوت لونه مصفر ليه كده ليه؟ ليه؟ عشان بياكل قلقاس كتير. فتاي فتي. علاء فتايه ايه ده بقى؟ نعم. ايه ده؟ ده الكائن المخطط وفيه شراشيب يشبه السلحفاه والفار، يعيش في بس انا حاسه ان انت بتفتي كتير. ده كائن المدرع، حتى تلاقي ان هو لابس درع زي بتاع الامن المركزي كده. هي بقى سحلفه ومدرعه ديت، انا مش همشي معاكم في سكه تانيه. استنى بس يا سيد، تعالى افرجك على الخفاش. شيخ الهي خفاش يلبت في وشك انت وهي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. علاء ده خفاش ودول صينيين. ايه؟ اعتقد يا سيد والله اعلم ان هم فاكرين ان ده منيو الغدا. هما بيشوفوا ده يبقى بتحمر احلى ولا صينيه؟ بس انا اعتقد صينيه. بص متغطي لو تاخد بالك، يا ده ما بيسقعش من التكييف. يا ما نفسي يا صاحبي تنزل واعلق اتنين مكانك كده. يا ده ايه يا علاء؟ ده يا سيد زي الوز كده. ده زي الوز. ده ابن الوز عوام. ساعات برضه بياخدوه بيحشوه. ده بيحشوه يعني ده بيتاكل يعني او كده. طبعا يخرب بيت ابو معلومات. تعالي اوريكي حاجه انت بتحبيها. ما بصي انا جايه اهو. هو في ازاز؟ في ازازه؟ في ازاز. هم انت ايه؟ حسبي الله وراك. بصي ده، بصي البومه، بصي البومه قد ايه؟ البومه دي بتفكرك بمين يا مي؟ وده محتاج سؤال، بص وراكي. بص يا سيد، ده مستسلم للحياه خلاص، سلم نمر بايديه ورجليه. هو مش ده البورس اللي بنجيب الشبشب على دماغه؟ لا ده بورس هرب بقى، ما لحقناش نديله بالشبشب فكبر قعد ياكل فاتحبس. طب ما تقول لهم يفتحوا عشان اخد ثواب قتل البورس. انا نفسي يفتحوا على مثلا تعبان اناكوندا عشان يبلعك واخد ثواب ان هو اكلك. انا عايز اخد الثواب. انت يلا يا بقى. انبسطت يا سيد؟ والله الحمد لله، بس كان نفسي الحيوانات تطلع تهجم عليكم عشان اخلص والله من الرحله دي كلها. سيد ممكن تجيب لي دبدوب الكوالا عشان انا امي كانت بتتوحم عليا فيه. انت مش محتاجه تشرحي لي ان امك كانت بتتوحم عليكي في حيوان. اكيد ما هو باين.